بعد النجاح الكبير اللي حققته موبايلات ريلمي 2 برو وموبايلات ريلمي سي 1، بتستعد شركة ريلمي انها تنزل الموبايل الجديد بتاعها وهو ريلمي 3. الموبايل الجديد الصراحة يعتبر موجه اكتر للفئة الشبابية، والمزايا بتاعته كويسة جدا في السعر المتوقع بتاعه. معاكم لميس الحسيني من فريق ريفيوزات، وده تقييمي لموبايل ريلمي 3. مبدئيا الريلمي 3 بيجي بتصميم مستوحى شويه من ريلمي 2 برو. عندنا هنا هو الشاشه جايه بووتر دروب نوتش او ديو دروب نوتش، اللي هي نوتش صغيره بس يا دوبك واخده الكاميرا، وعندنا الحواف اللي من تحت مش كبيره قوي على الفئه السعريه بتاعه الموبايل. الريلمي 3 هنا هو بيجي بشاشه 6.2 انش اي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس مش فول اتش دي. الشاشه هنا هو عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 3، وعموما كمان لما بتطلع الموبايل من علبه بتلاقي عليه سكرينه ملزوقه اصلا كمان معاه كفر، فانت يعني اول ما هتجيب الموبايل مش هتبقى مقلق مثلا هو لو وقع منك هيحصل له حاجه. ظهر الموبايل هنا هو معمول من البولي كربونات او اللي هو البلاستيك، وشكله الصراحه جذاب جدا في التصميم بتاعه. الموبايل اللون اللي معايا ده اللون الاسود متدرج من الاسود على الازرق الفاتح كده شويه. وعندنا طبعا الاطار بتاع الكاميرا في الكاميرا الخلفيه، وعندنا كاميرتين. الكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، وعندنا كاميرا ثانيه 2 ميجا بكسل عشان العدسه. في اطار كده لونه اصفر محاوط الكاميرا الاساسيه بتاعه الموبايل، شكله جذاب جدا. طبعا في ظهر الموبايل عندنا مستشعر بصمه الاصبع، واللي من التجربه بتاعته كان سريع جدا ما فيهوش اي مشاكل. على جوانب الموبايل عندنا زرار التشغيل، والناحيه الثانيه عندنا ازرار التحكم في الصوت ودرج الشريحه. الموبايل هنا كمان بيدعم تشغيل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت، ودي حاجه كويسه عشان تديك مساحه اكبر في الموبايل بتاعك. في الجزء العلوي من الموبايل مفيش اي حاجه، ما عندناش بس غير سماعه المكالمات في الاطار اللي فوق الكاميرا على طول. اما بقى في الجزء اللي تحت فاحنا عندنا مخرج سماعات الهيدفون جاك، وعندنا طبعا الشاحن يو اس بي العادي مش تايب سي، وعندنا المايك عشان تسجيل الفيديوهات وكده اهوت، وعندنا السماعه السبيكر. وعندنا السماعه السبيكر واللي من تجربتي ليها الصوت بتاعها كان كويس، يمكن مش عالي قوي بس كان كويس. هو المشكله بس في مكانها ان انت لو ماسك الموبايل وبتتفرج على فيديو او بتلعب اي حاجه هتكون سادد السماعات بايدك. للاسف في الريلمي 3 مفيش لمبه اشعارات لا في سماعه المكالمات اللي فوق ولا في الاطار اللي موجود تحت. الريلمي 3 كمان نازل مصر باكتر من نسخه. الموبايل متوفر منه نسخه 3 جيجا رام و32 جيجا ميموري، نسخه ثانيه 3 جيجا رام و64 جيجا ميموري، واخيرا اعلى نسخه 4 جيجا رام و64 جيجا ميموري. الموبايل هنا كمان بيجي بنفس المعالج اللي احنا شفناه في الاوبو اف 9، وهو معالج ميديا تك هيليو بي 60 8 النواه. المعالج دوت احنا ما شفناش منه اي مشاكل ساعه استخدامنا الاف 9 ولا في استخدام الموبايل، لان هو الاداء في الالعاب كان كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل. الموبايل كمان بيقدر يشغل ببجي على الهاي جرافيكس والاتش دي طبعا، بس مع حبه سخونه ملحوظه في الموبايل، وبتشتغل كمان على ميديم بشكل كويس جدا من غير اي سخونه. للناس اللي بتهتم بارقام البنش ماركس، فالموبايل عمل حوالي 133 الف نقطه على انتوتو بنش مارك، وعمل على جيج بنش 1400 نقطه على اختبار السنجل كور، وحوالي 5000 نقطه على اختبار المالتي كور. الموبايل كمان بيجي بنظام اندرويد 9 باي مع الواجهه الجديده بتاعه كلر او اس. الواجهه الجديده فيها حبه تغييرات، اهمها طبعا ظهور الاشعارات بجانب النوت، دي حاجه احنا ما كناش بنشوفها قبل كده لا في موبايلات اوبو ولا موبايلات ريلمي. بس للاسف المساحه هنا هو جنب النوتش ما بتاخدش غير اشعارين بس هي اللي بتظهرهم، والاشعار بتاع الوايرلس نفسه ان هو الاتصال بشبكه الواي فاي، لكن غير كده هو باقي الاشعارات بتشوفها لما بتنزل النوتيفيكيشن شيد او ستاره الاشعارات. ولما بتنزل ستاره الاشعارات كمان بتاخد بالك من التصميم الجديد بتاعه الايقونات الاختصارات اللي موجوده بتاعه الواي فاي والبلوتوث وكده اهوت. بصراحه شكلها ما عجبنيش قوي، يعني حسيت ان هو كان شكلها احلى بكتير في الواجهه القديمه، فاتمنى ان يبقى فيه تحديث يحسن الموضوع ده شويه، خصوصا ان موبايلات ريلمي ما بيبقاش فيها الثيم ستور، مش هتقدر تستخدم ثيم معين مثلا يغير لك التصميم دوت. من التعديلات كمان اللي انا شفتها في الواجهه الجديده ان دلوقتي السيتنجز بتاعه ابلكيشن الكاميرا بقت موجوده جوه ابلكيشن الكاميرا، ودي حاجه ما كناش بنشوفها في الواجهه القديمه. وبتيجي الواجهه الجديده بتاعه الكالر او اس 6 بنفس المزايا اللي احنا متعودين برضو عليها في الكالر او اس زمان، زي مثلا خاصيه الدول ماسنجر او الدول ابس، ان انت بتقدر تشغل 2 واتساب او 2 فيسبوك مثلا او 2 ماسنجر وات ايفر اللي انت عايزه. الموبايل كمان بيجي بخاصيه الجيم سبيس، ودي مميزه جدا للناس اللي بتحب تلعب العاب كتير، خصوصا لو لعبه ببجي، لان من جوه الجيم سبيس انت تقدر ان انت تقفل ان لما يجي لك مكالمه مثلا تروح طالعه لك فوق او تخرجك بره اللعبه، دي حاجه انت ممكن تقفلها. كمان من الجيم سبيس انت ممكن تتحكم شويه في الاداء، ان انت مثلا تخلي موبايل يعلي اكتر الاداء او يركز اكتر في الاداء، بس ده طبعا هيزود استهلاك البطاريه وهكذا. لو انت بتفتح اللعبه مثلا من جوه الجيم سبيس فهو بيحاول ان هو يقفل لك بقى كل حاجه تانية في الخلفيه، على اساس ان البرفورمانس كله بتاع الموبايل يبقى رايح للعبه اللي انت بتلعبها. وطبعا الواجهه هو بتيجي بخاصيه الفيس انلوك واللي بتشتغل بشكل سريع جدا وما فيهاش اي مشاكل، وتقدر كمان تختار ان انت لو في مكان ضلمه ان الشاشه نفسها تنور الاول
وتنور وشك عشان يبقى سهل ان انت تتعرف عليه. ومن الحاجات اللي بجد ابهرتني في الريلمي 3 الكاميرات بتاعته. الموبايل ان هو انا الصراحه من تجربتي ليه انا لقيت ان الموبايل بيصور احسن بكتير من موبايلات تانية يمكن فئه سعريه اعلى منه واغلى منه. الموبايل ان هو الصراحه قدر ان هو ياخد معايا مجموعه من الصور حلوه جدا، الاتش دي ار فيه ممتاز، بيطلع الالوان مظبوطه، خصوصا مثلا زي الورد الاحمر. في موبايلات كتير انا جربتها مش بتعرف تطلع فعلا لون الورد احمر او تطلع الالوان مظبوطه، لكن في الريلمي 3 قدر. وحتى كمان في التصوير الليلي النتائج بتاعته كانت كويسه. بالنسبه بقى للابلكيشن الكاميرا حصل فيه حبه تغييرات حلوه برده. الموبايل ان هو بقى فيه خاصيه اسمها كروما بوز، دي عامله زي الفيفيد مود مثلا اللي احنا كنا شفناها قبل كده في الاف 9 والاف 7 من اوبو. نفس الفكره شويه ان هي بتخلي الالوان مشبعه اكتر او واضحه اكتر. الكاميرا الخلفيه كمان بقى فيها خاصيه جديده وخاصيه النايت سكيب او النايت مود اللي احنا متعودين عليه مثلا في موبايلات تانية. الخاصيه دي طبعا بتحتاج منك ان انت تفضل ثابت مثلا 3 ثواني او 4 ثواني على حسب قد ايه المكان اللي انت بتصور فيه، مثلا الاضاءه فيه منخفضه لازم تفضل ثابت عشان الصوره يعني بتاخد وقت عقبال ما يتعمل لها بروسيسنج، لان انت لو اتحركت الصوره هتطلع مهزوزه. بس النتائج الصور عموما لما جربتها وكنت ثابته فعلا كانت كويسه جدا. ابلكيشن الكاميرا كمان اضاف للوضع الاكسبرت مود او الوضع الاحترافي يعني في التصوير. بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه ال 13 ميجا بكسل اللي بتيجي بفتحه عدسه 2.0 برده كانت نتائج الصور بتاعتها حلوه قوي. هي للاسف ما فيهاش الفيفيد مود او الكروما بوست مود على عكس الكاميرا الخلفيه، مع ان مثلا في الاف 9 والاف 7 بتوع اوبو كان الفيفيد مود في الكاميرا الاماميه والخلفيه. عموما الكاميرا الاماميه بقى فيها مزايا اكتر في الوضع التجميلي، بقى عندك اختيارات كتير جدا ان انت مثلا ترفع الوش، تصغر المراخير، تخلي البشره نفسها هي بس اللي ناعمه، تكبر العين، كذا اختيار. من اهم مزايا الريلمي 3 فعليا هي البطاريه بتاعته. الموبايل هنا بيجي بطاريه كبيره جدا 4230 ملي امبير. طبعا البطاريه دي هتكمل معاك يوم كامل ما فيهوش اي مشاكل، استخدام شاق استخدام تقيل كل حاجه البطاريه دي هتظبطك. بس مشكلتها بقى الاساسيه جدا البطاريه ان هو فعليا بتاخد وقت طويل جدا في الشحن، ممكن يتعدى 3 ساعات، خصوصا لو انت مثلا حاطط الموبايل بيتشحن كل شويه، مثلا فاتح كذا حاجه في الخلفيه كل شويه بيجي لك تنبيه تروح تستخدم الموبايل وهو بيتشحن، فده كمان هيبطئ معاك وقت الشحن بشكل اطول. وبكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا للريلمي 3. الموبايل صراحه في رايي جهاز مميز جدا ومناسب لاكتر من فئه. اي حد بيدور على موبايل بطاريته كبيره وتقعد معاه اليوم كله وتقضي كمان اداء كويس جدا، الكاميرات مميزه جدا في السعر بتاعه، الريلمي 3 هيبقى اختيار مناسب. كمان ان هو الموبايل كان كويس في الالعاب ما فيهوش اي مشاكل. يمكن زي ما بقول لكم المشكله الاساسيه في الريلمي 3 هي الشاشه بتاعته دقتها ما عجبتنيش، او انا كنت شايفه ان كان يفضل انها تبقى فول اتش دي عن الاتش دي، لكن غير كده انا ما واجهتنيش اي مشاكل في فتره استخدامي للموبايل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا، وتقدروا تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم لميس الحسين، سلام.